العالم والناطورة بيمر بتغيرات كبيرة جدا، وده بسبب الأدوار الكتيرة للناس اللي بتمثل العالم، خصوصا ممثلين العالم السياسي والمدني، واللي منهم فئات رئيسية زي السياسيين من الرؤساء والوزراء، الحكومة وحكومة الظل والجماعات الإرهابية، ومنهم برضو السفراء ومجلس الشعب، ومنهم منظمات دولية ومنظمات تانية غير حكومية زي منظمات حقوق الإنسان. وبقى في نشطاء كتير زي الناس اللي بتدافع عن حق الحيوان والنباتيين، وآخرهم الإعلام. وبصراحة هم دول الناس اللي الحرب الأساسية معاهم. الناس دي عندها قدرة خارقة إن هي تقدر تتحكم في أفكارنا وتقنع أي حد بفكرة معينة هي عايز تزرعها جوه دماغه، خصوصا السن الصغير. أنا سارة سامي، وده سيد والناطور. سنة 1453 في عهد الإمبراطورية البيزنطية وأثناء توسعاتها قرر الملوك ورؤساء الجيش يتبعوا تكنيك جديد في الحرب، وهو البروكسي وور أو الحرب بالوكالة. وفي اختلاف كبير ما بين الوكالة والحرب بالوكالة. الايجنسي أو الوكالة هي حاجة طبيعية عارفينها كلنا، إن حد بينوب عن حد في قرارات معينة، شغل أو بيع معين، وليها دلالة اقتصادية وليها دلالة تجارية كبيرة. ولكن الحرب بالوكالة هي إنك بتوكل حد يعمل اللي انت عايزه، بمعنى إنك بتنشأ خلاف بين دولتين بتولع الدنيا، وفي الآخر تساعد وتنصر الشخص اللي ليك عنده مصلحة، وتضيق قوي على الشخص اللي انت مالكش معاه مصلحة أو عاوز أصلا تستولى عليه. وده بالظبط اللي عملته الإمبراطورية البيزنطية عن طريق إن هي خلقت مجموعة من المتمردين في الدول المجاورة ليها، بدأت تديهم كل الدعم المادي والعسكري، لأن هي من خلالهم بدأت تنشر الثقافة البيزنطية وفهم الدين المسيحي اللي هي عايزة الناس تؤمن بيه. وطبعا ده عشان هم يوهبوا نفسهم ليها ويدافعوا عنها، خصوصا الدول اللي على الحدود بتاعتها، عشان بعدين يبقى ليها حق تأمين حدودها وتبدأ خطة التوسيع بتاعتها. ويعيد التاريخ نفسه تاني سنة 1916 في الحرب العالمية الأولى، لما بريطانيا وفرنسا يدعموا الثورات العربية ضد الإمبراطورية العثمانية. وزيها في الحرب الأهلية الأسبانية سنة 1936 لما ينقسم الشعب جزئين، الجمهورية المدعومة من الاتحاد السوفيتي والقوات القومية المدعومة من إيطاليا وألمانيا. وحقيقة الأمر إن ألمانيا استخدمت الشعب الأسباني بحجة الدعم عشان تجرب أسلحة جديدة هي كانت جايباها. ومع انتشار الأسلحة النووية في الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي سنة 1950، كل دولة فيهم قررت تستخدم دول تانية تحارب عنها بالوكالة، ففجأة تنشأ حرب أهلية أنغولية سنة 1975 وحرب فيتنام سنة 54 في صالح الاتحاد السوفيتي الصيني اللي دعم فيتنام الشمالية، وفي الآخر قدرت تنتصر على فيتنام الجنوبية. وطبعا ده علشان يسيطروا على انتشار السلطة الأمريكية في المنطقة. وما يقفش التاريخ عند كده ولا الناس تتعلم من الماضي. في الثمانينات يقرر الاتحاد السوفيتي انه يكون حكومة شيوعية أفغانية جديدة بعد ما استولى عليها. تقوم الولايات المتحدة تدعم كل الجماعات الإسلامية المتطرفة بالسلاح والفلوس وتديها كل اللي هي محتاجاه، وكانت النتيجة ان بينهار الاتحاد السوفيتي وتتعاد نفس القارة تاني في 2014 باليمن ما بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والحوثيين المدعومين من إيران. كل دولة سايبة غيرها يتخانق لها. وفي 2022 ما بين أوكرانيا وروسيا. الفكرة إن كل الدعم اللي أي مجموعة بتلاقيه بيكون موجه لمصلحة معينة، أكيد مش ذكاء أو صدقة. ولكن بما إن أول القصيدة كفر أصلا والنية مش كويسة، فالبروكسي أو الإيجنت دايما بيكون ليه مشاكل. أبسطها اختلاف وجهات النظر، خصوصا لما الوكيل يتمكن من اللي بيعمله. ده غير ان السلطة فعلا بتعتمد عليهم، فبيبقى سهل جدا التلاعب بيهم، وبيفضلوا بقى الاتنين يبتزوا في بعض في دايرة مغلقة. بس هل اهل الناطورة عارفة البروكسي وور او عارفة اللي شبه البروكسي وور ده من بدري، ولا وجع قلب جديد على الكوكب وخلاص؟ الانسان اول ما اتوجد على الناطورة وحصوله على الموارد كان صعب شوية وبيستهلك منه طاقة، فكان الاذكى يقنع غيره ان هو يصطاد الحيوان الاشرس، ينجز المهمة الصعبة وهو يقوم بالمهمة السهلة، يخلي قبيلة عايشة في امان الله ومليانة خير، يجي واحد في النص يولع الدنيا ما بينهم، وبعد كده يحاول يصلح ما بينهم ويتحول هو البطل وياخد كل اللي عايزه من اكل وشرب واي حاجة بيحبها. ولحد النهاردة للأسف في بروكسي وور في الشغل وفي العيلة. تلاقي موظف يولع الدنيا كلها في بعض علشان يترقى هو في الآخر. تلاقي برضو في شلة صحاب واحد بيستغل التاني أو بيستغل الشلة كلها لمصلحته ويوقع ما بينهم. في بيت العيلة برضو تلاقي الست توقع ما بين الراجل وأهله، ما بين الراجل وإخواته، عشان لا يصرف ولا يساعدهم ولا يجيب لهم أي حاجة، وتاخد هي كل الموارد وكل فلوسه. فبروكسي وور ما بقاش بس مجرد أسلوب أو تكنيك في الحرب، ده للأسف بقى سلوك في المجتمع، لدرجة إن بقى في مرض نفسي موجود وهو متلازمة منخوذا بالوكالة. والمريض هنا بيبدأ يدعم حد بس دعم مزيف، وأول ما ياخد اللي هو عايزه منه يقوم أذيه على طول. واكيد طبعا افتكرت حد كده.
لان اللي بيستخدم حد بيكون عشان مصلحة، مجرد ما بتخلص خلاص بيرميه. فيفوق الانسان على حتة ألم نفسي كبير جدا، ميكس امراض واضطرابات نفسية، وكتير من الامور بتحوله لشخص تاني. فالمفروض نتأمل تحركات كل اللي حوالينا ونشوف بتأثر ازاي على علاقتنا بكل الناس. واكيد هتلاقي 2 3 كده حواليك بيحاولوا يكرهوك في حد، يكرهوك في عيشتك، يكرهوك في الشغل. دول بقى ابعد عنهم خالص عشان مش ناقصة بصراحة، لان الصدق والنوايا الحسنة والوضوح هو اساس اي مجتمع سليم ونضيف. فيعني يا ريت نبعد شوية عن البروكسي وور. والسلام عليكم.